السلام عليكم البنات، معكم فدا بيوتي. جيسبر تكونوا ملاح. هاوليكم 5 افضل تعليقات تاع الفيديو اللي فات، وكل خطره ان شاء الله نديرو كيما هكذا. البنات طلبوا مني كيفيه تركيب الرموش كيما شيماء شيشي، مي مادام كارول فيفي جبونس ولي زوتر. قالوا لي ورينا كيفاه علمينا. دونك من اليوم تعودوا تركبوا الرموش وحدكم، باسكو حاجه راها اسهل من السهوله. اول حاجه لازم تطلعي شفارك بالغوكور بسيك. اذا كان ما عندكش هذه الخطوه معليش تقدروا تستغنوا عليها. ماذا بكم تطلعوا شفاركم في البدايه بالماسكارا مش في النهايه، وتابعوني وما كنتش رايحين تندموا. باسكو تقريبا انا ندير لي فوسيل أكثر من 3 خطرات في السمانة، راني حفظتهم وشفت الطريقة الأسهل، شفت الطريقة اللي تلباز برك وتعاودوها من بعد دونك ديروا فيا كونفيونس وتابعوني. إذا ما فهمتوش كامل الفيديو تقدروا تعاودوه 2 فوا 3 فوا الفيديو رايحين تحفظوا الطريقة. بازيو كي تعودوا ديروا في الماسكارا بازيو على الرموش السفليه، ديروا لها الماسكارا مليح وريغلوها، معناها امسحوا هذاك الباز اللي يجي تاع الماسكارا، هذاك الصامت اللي يجي تحت هذاك اللي يجي تحت العين، امسحوه مليح ونقوها مليح. الرموش السفليه اعدلوها مليح. رموش الفوقانيين كيما يقولوا ما يهمكش فيهم بزاف، باسكو راكي من بعد راح ديري الرموش الاصطناعيه ورايحين يتغطاو وما يبانوش لي ديفو تاعهم. نحكوا دركي على الرموش كيفاش تشريهم وكذا. ماذا بيك تشريهم ماهمش يعودوا باينين البلاستيك راهم وراهم، وما يعودوش نواغ ترو نواغ، باسكو يبانوا باللي راهم لابسه رموش اصطناعيه، وهذه حاجه مش مليحه البنات. ماذا بكم تخيروا رموش يبانوا ناتورال. ولازم تشروا صمغ لاكول تاعهم، ديروا كابتور ديكرون اذا حبيتوا على هذا الصمغ. هذا راه كاين يتباع في لي كوسميتيك تاع الجزائر. انا ديجا شريت منه وفات وهايل البنات مليح. انا نهار اللي شريته ركب لي مليح. دونك راه يدير 20,000 والله ذاك الوقت، والله ما على بالي وشحال شريته، مي في جوايه 20 25 هكذا، ماهوش غالي. تحكموا كش ما بانسو من عندكم ولا كش ما حاجه عندكم تشبه لهكذا باش تهزوا بها لاكول وتوزعوها على الخط تاع الرموش. وتوزعوا كما قلت لكم. ماذا بكم البنات ما تكثروش بزاف لاكول عند الخط الرموش هذاك، وما تشحوش بزاف كومام باه يشد لكم توت لا سواري. وماذا بكم لاكول جربوه مثلا يعود عندك عرس، جربي قبل الرموش نهار لاكول هذيك، جربيها نهار ولا نهارين قبل العرس وسيي شوفي راها تشدلك ولا لا كومسا ما تتبهدليش نهار العرس. اذا كانت تشدلك ديريها، اذا كانت ماهيش لاكول ماهيش قويه بزاف اخطيك منها. ونصيحه البنات راح نقولها لكم، كي تعودوا ديروا في لاكول ركزي على الاطراف تاع البدايه والنهايه تاع الرموش. وثاني البنات تقدروا تخدموا توزعوا لاكول بالطرف الاخير تاع اللقاط وتهزوها سوا بلاقاط ولا بيدكم، سي با غاف. وماذا بكي من البدايه تعلمي حاجه مليحه، هزي باللاقاط احسن. وحطيها عند منبت الرموش، حاولي قد ما تقدري تقربيهم المنبت الرموش. وكي تحطيهم عند منبت الرموش ما تخافيش، ما تقوليش من بعد الرموش تاعي الشفارين بعد يطيروا ويتو، راه ما يطيروش، بس يعني نوري لك احسن طريقه باه ما يطيروش. ماما انا راني نخاف على شفاري، وماما انا الا شفاري اللي ما نلعبش معاهم.
مش على جال العرس راح نطير شفاري ولا على جال. دونك كي تحطيهم واش ديري، حاولي دركي تدمجي الشفار الطبيعيين مع الشفار الاصطناعيين بصبعك برك، معناها بيديك برك وبالعقل، ما تفورسيش باه ما يطيرولكش باسكو لسه اللصقه ما لازقتش. واي فكرتوني نسيت ما قلت لكمش، كي تعودي راح كي ديري لاكول تاع الشفار وتعودي راح تلصقيها عند الرموش الاصطناعيين، استنيها تنشف 31 ثانيه ومن بعد ركبيهم، ومن بعد حطيهم عند المنبت كيما قلنا عند منبت الشفار. حسبي من 30 ومن بعد حطي. وهذيك لاكول انا نفضل لاكول البيضاء على لاكول النوار. علاه؟ باسكو لاكول البيضاء كي تحطيها شويه هكذا وتنشف تولي ترانسبارونت، وما تولي ترانسبارونت تبقى عندها هكذا واحد المنظر مش مليح. دونك زيدي عاودي الايلاينر تاعك من فوق، من الاحسن زيدي عاودي ديري غوتوش. فوالا كيفاش زعما ركبنا الرموش. روحوا عرسوا زنطحوا بلي فوسيل تاعكم، وان شاء الله ما يطيروا لكم شتوت لا سواغي ويقولوا لكم ركبتوهم وحدكم، قولوا لهم وي وتعلمنا عاد فيدا، وروا لهم ماشين تاعي. جريغول يعني اليوم مانيش في طوبسيه كيما يقولوا. ثاني البنات راني حنوريكم كيفاش نحوهم. دونك ما تتبعوش تو على انستغرام كيفاش ينحوهم يجبدوهم طول هكذا، هذيك راها لا بوب صح واسمها لا بوب. هذوك البنات اللي نحو طول الشفار تاعهم هكذاك معناها لاكول اللي مستعملينها ما تشدش كامل وما هيش قاويه، هذيك دايرينها جوست على جال لي فيديو. انتي هذوما وانتي راكي ديري الرموش على جال العراس، على جال باش يشدلك، على جال باه ما يبهدلكش. دونك لاكول اللي راح تستعمليها راح تكون قاويه وراح تلصق صح. دونك جيبي دركي كوطونتيج وشمخيها بالماء وابداي حركي في عند خط الرموش فاي فيان ويبدا يطير وحده هكذا. ما ينحلكش الجلده تاعك شوي من عينك وينحلك شفارك وما يوجعكش، عادي يتنح فاسيلمون وشعره ما تطير. فوالا هاني نحيتهم بكل سهولة. هذه زعما بعد ما رجعتوا من العرس والله بعد ما خلاص العيد والله ما على باليش. ملاحظة البنات، الرموش الاصطناعية كي تنحوهم كاينين راهم ما تقدري تستعمليهم بور اون و دوزيام و تروازيام فوا. تنحي لهم برك لاكول كيما راني نوري لكم اللي راها لازقه فيهم، تجبديها وفوالا وها هم واجدين. ولا بواط تاعهم ماذا بكم ما طيشوهاش باش ترجعيهم وين كانوا يبقاو محافظين كم على التقواسه هذيك ولا الشكل نتاعهم. وكي تجيك مناسبه واحده اخرى تزيدي تعاودي تستعمليهم عادي 3 خطرات 4 خطرات نورمال. وثاني حاجه نسيت ما قلتها لكمش البنات، قبل ما تركبوا الرموش كي تعودوا قيسيهم قبل ما تركبيهم، قبل ما ديري لاكون قيسيهم على عينك، اذا كانوا كبار على عينك قصي فيهم من البدايه ولا من النهايه. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو استفدتم منه. اذا ما فهمتوش مليح زيدوا عاودوا الفيديو. نحبكم بزاف، تهلاو في رواحكم.